ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ أحمد المنوري في شرحه اليهود المسرور: إن العلم لا يستقر ولا يثبت إلا في قلب تخلى عن الرذائل بمصادمته قلبا خاليا فيتمكن، فإن الحكمة إذا لم تجد القلب كذلك فإنها ترجع من حيث أتت. المحترم إلى معلمنا اللغة العربية، وثم إلى لجنة التحكيم، وثم إلى الحاضرين. إخواني في الله، التعلق واحدة ستفسد بنفر ثالث، وكذلك بالطلاب سيفسدون ويحلكون إذا انقسم قلبهم نصفين، نصفا لتفكرها ونصفا لتعلم علومه عز وجل. حتى قال قائل: لا فرح طالب إذا كان في قلبه طالبا. ولذلك في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لنا أن نشرح لكم جميعا شرحا قصيرا تحت الموضوع ترك الزهرة وسيد نور الله. إخواني في الله، لجنة التحكيم المحترم، عادة من عندهم زهرة فهم لا يأمنون، لا سيما لا يفرحون حتى يتفكرون ويتقربون إلى النساء. ولهذا ما يزالون أن يحتاجوا الفرصة لتبال المرأة لكي يفرحوا ويسعدوا. إخواني في الله، يعلموا إذا تتعلمون في المعهد مع أن فكركم وقلبكم إلى المرأة فلا ترجوا النجاح إلى يوم القيامة ولو كان مدة تعلمكم 100,000 سنوات. لأن إذا نتعلق قلوبنا مع قلوبهن فطبعا حياتنا في كل يوم حتى في عيننا في عين الوجه منظور تلك المرأة، وفي قلوبنا في آية الأزمنة نشتاق إليهن. حتى قال قائل: جننت لأجل ليلى مع أن ليلى جننت لأجل أخي. لأي شيء نحب ونبالي إليهن أحببنا وبالينا إلى سوانا. حتى قال الحبيب عبد الله بن سهل: كل شيء أحببته لا يتحقق كله أن يفرحكم، وكل شيء أكرهته لا يتحقق كله أن يحزنكم. كمثل سكين جميل يجرحكم تارة وينفعكم تارة أخرى، ومثل دواء مر يشفيكم تارة ويضركم تارة أخرى. افهم هذا، لأن أكثر من قصة المحبة آخرها عبثة وسدى، لا نجد السعادة بينهما، لا سيما قصة المحبة الطلاب في المعهد الهدى. في أول القصة الطلبة أرسل نساء من داخل إلى الخارج خصوصا لحبيبها، لكن في آخر القصة الأستاذ من معهد الهدى وطلع بعد المحبة معها حتى قبل أن يدعها بلفظ قبلتها وأي love you من ذلك كله مغلوب بلفظ قبلتها. ولذلك ينبغي عليكم ألا تتفكروا ولا تبالوا إلى المرأة، لا سيما المحبة تدعونا وإياهن إلى المعصية. حتى وجدنا الطلاب الذي ماشى معها إلى هدى للدولانسا بسيارة yang إنوفا، مع أنهما علما أن اجتماع المرأة مع رجل في نفس السيارة حرام، لكن لماذا حدث بهما كذلك؟ الإجابة من هذا السؤال فطبعا للمحبة. ولذلك إذا أردتم نور الله فينبغي عليكم ويجب عليكم أن تطلقوا المعصية أولا، لأن المعصية كالنمير ونور الله كالغزال، فطبعا النمير فائز إن اجتماع مع الغزال. إخواني في الله، النتيجة من خطبتنا إذا أردتم النجاح اتركوا المرأة ولا تبالوا إليها، اجهاد ولا تكسل ولا تكن غافلا، فالندامة عقبى لمن يتكاسل. وأطلب عفوا جميعا عن جميع نقصاني. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.